أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض فيديو احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. الأمة الإسلامية كلها بتحتفل بميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، فحبيت أشارككم الاحتفال ونحتفل مع بعض ونعمل حلاوة الموسم ونفرح البيت كله وإحنا بنصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنحضر حلاوة الموسم بطريقة بسيطة وسهلة. هنعمل النهاردة السودانية والحمصية والسمسمية، وده هيكون يعتبر يعني أول جزء لوصفات حلاوة المولد النبوي. وإن شاء الله هنحضر مع بعض باقي وصفات حلاوة الموسم الفترة اللي جاية، ويا رب تنال إعجابكم. شايفين والله كان نفسي أطلع لكم الصوت بتاع التكة ديت، بس أنا عشان لسه جديدة في المونتاج والحاجات دي فمعرفتش بصراحة أظهر الصوت. بس بصراحة وصفة ناجحة، الحمصية والسمسمية والسودانية مقرمشين كده وريحتهم جميلة وطريقتهم سهلة. والله يا جماعة مش هياخدوا منكم وقت وطعمهم تحفة. هنوفر ونفرح البيت ونعمل كمية كبيرة كمان. عندنا هنا نص كيلو من السوداني المحمص، بس احنا هنحطه الأول على النار لمدة دقيقتين 3 بس كده نطلع منه الرطوبة، مش هنحمره. تمام. وبعدين في طاسة على النار هنحط كوباية وربع من السكر، يعني ربع كيلو من السكر عليه تلت كوباية من المية. ومش هنقلب خالص، احنا هنحرك الطاسة كده شمال ويمين عشان تاخد السكر اللي في الجوانب من غير ما نحط معلقة. ليه بقى؟ علشان السودانية او الحمصية اللي احنا بنعملها ما تسكرش مننا. تمام. وهنسيبها لحد ما تغلي كده زي ما احنا شايفين بالظبط في الصورة. وبعدين هنضيف ليها تلت كوباية من عسل الجلوكوز أو 3 معالق كبار من عسل الجلوكوز. تمام. هننزلهم كده على السكر والمية ونقلب في نص الطاسة، ملناش دعوة بالجوانب خالص. تمام. ونحط عسل الجلوكوز، مش شرط يكون السكر اللي احنا حاطينه في الاول ده يكون داب على الاخر، مش مشكلة يعني، ممكن يكون داب نوعا ما كده ونبتدي نحط عسل الجلوكوز. وبعدين هنحط رشة بسيطة من الملح زي ما انتوا شايفين كده، حاجة بسيطة خالص. وبعدين نص معلقة صغيرة من الفانيليا، او زي ما انتوا حابين، لو حابين الفانيليا تبقى اكتر ممكن تحطوا مثلا معلقة الا ربع كده صغيرة فانيليا. تمام. واول ما تخش في السوا اكتر من كده يبتدي لونها يبقى ذهبي شوية، هنحط رشة بسيطة من بيكربونات الصوديوم. تمام. شايفين اول ما بنحطها بتغلي ازاي وبتبتدي تعمل فوران كده زي ما انتوا شايفين الرغوة البيضة اللي بتعملها دي. تمام. وبعد شوية هنبتدي نلاحظ ان اللون بدأ يبقى لونه ذهبي، احنا مش عايزين لونه يغمق. وهنخلينا جنبه، مش هنستعجل وانا اعلي النار، هتبقى على نار هادية علشان خاطر الشربات دوت ما يتحرقش مننا. تمام. وبعد ما تخش في اللون الذهبي هنجيب طبق فيه ميه ونحط فيه حبة صغيرين من الشربات اللي احنا عاملينه ده. اول ما يجمد كده زي ما انتوا شايفين في ايديا ويبقى عامل زي البونبونايه، يبقى كده خلاص استوى، مش محتاج يقعد على النار اكتر من كده. هنطفي بقى عليه النار. تمام. وبعدين نحط عليه السودانية على طول. في المرحلة دي بقى أنا عايزاكي تكوني مجهزة جنبك كل حاجة، الصينية اللي هتحطي فيها وتكوني دهنها زيت وتكوني حاطة عليها كيس بلاستيك علشان خاطر ده بينشف بسرعة. فانتي تكوني مظبطة كل حاجة جنبك عشان ما تحتاجيش وقت أطول. فاهماني؟ هننزل بقى بالسودانية في الخليط اللي احنا عملنينه ده ونقلب حلو قوي كده، وكل ده بسرعة. وبعدين نكونوا مجهزين الصينية اللي هنحط فيها او الصاج او اي حاجة نكونوا دهنينه زيت، ونكونوا حاطين فيه كيس بلاستيك عشان نعرف نطلعها، يعني لو حابين ممكن ما تحطوش الكيس البلاستيك. وننزل بقى بالسودانية جوه الصاج اللي احنا عاملين فيه دوت او الصينية، ونبتدي نحاول نفردها. وطبعًا كل ده بسرعة زي ما قُلت لكم، لإنها لو نشفت مش هتعرفوا يعني تقطّعوها وتفردوها زي ما إحنا بنعمل كده. فإحنا عايزين كل حاجة تبقى جنبينا علشان خاطر ما تنشفش مننا. هنبتدي نفردها كده. ممكن لو عندِك الجوانتي اللي هو التخين شوية دوّة، أنا عندي واحد بس نسيت ألبسه يعني. لو عندِك الجوانتي اللي هو التخين ده ممكن تلبسيه وتشتغلي بإيدِك أسرع. أنا هنا باعمل بالمردانة كده شوية. تمام. لحد ما فردتها خالص زي ما أنتم شايفين. أنا هنا قصدت أحاول أجيب صينية تكون نفس المقاس بتاع السودانية عشان ما تدّيني نفس الشكل، فاهمين؟ لمّا آجي أقطّعها تدّيني نفس الشكل.
وبعد كده أول ما بقيت أقدر أستحمل السخونية بتاعتها، بقيت بابطّطها بإيدي عادي، تمام، وأول ما نخلّص ونحس إن هي كلّها بقت سِوَى واحد واتضبّطت، نقطّعها على طول، برضه نقطّعها على طول، ما نسيبهاش وبعدين نقطّعها، عشان ما تتكسّرش مننا، تمام. هو الموضوع كلّه على بعضه مش بياخد وقت خالص 5 دقايق اللي أنا باقول لكم عليه ده، والسودانية بتبقى جاهزة، بس هو عايز سرعة بس، تمام؟ هنقطّعها بقى بالطريقة اللي إحنا عايزينها، يعني عايزين تقطّعوها زي ما أنا باقطّعها كده تمام، عايزين تقطّعوها أصغر، أكبر، يعني الشكل اللي أنتم عايزينه. بعد ما قطّعتها كده بالعرض هاقطّعها بالطول عشان تبقى قطع صغيّرة كده أو زي يعني حاولت على قد ما أقدر إن أنا أعملها زي اللي بتيجي من برّه، يعني نفس المقاس يعني، تمام؟ ريحتها بقى مش قادرة أقول لكم بقى في الوقت ده وجمالها مش قادرة أقول لكم، يعني أنا ولادي كانوا واقفين حواليّا بياكلوها وهي سخنة. بس لمّا بردت بقى ليها طعم تاني خالص. هنا بقى بعد ما شِلناها بعد ما تهدى شوية بقى براحتِك، يعني شيليها الوقت اللي يعجبِك، بعد ما تهدى كده ابتدي انقليها في حتة تانية تكون يعني تهويتها أفضل يعني، من الصاج طبعًا أو الصينية. أنا هنا هاشيلهم بقى كلّهم تمام، شايفين؟ شايفين أنا حاولت على قد ما أقدر أخلّيها بالشكل اللي إحنا بنجيبها من برّه. تمام، بس بقى طبعًا لو حد بقى طبعًا من غير تصوير ولا كده، أنا عشان الكاميرا قدّامي طبعًا مش عارفة أضبط الدنيا أوي، لكن أنتم بقى في البيت ما فيش كاميرا وما فيش حاجة، طبعًا هتطلّعوها أحسن من دي 100 مرّة، تمام، هنا أنا حبيت أوريها لكم وبس كده، هنبتدي بقى نعمل الحمُّصية بنفس الطريقة اللي عملنا بيها السودانية، نفس المقادير ونفس كل حاجة، هنا ده نُص كيلو من الحمُّص أنا هو جاي متحمّص جاهز، أنا بس هاحطه على النار تقلبتين 3 أطلّع منه الرطوبة مش باحمّره، تمام، وكوباية وربع من السكر، عليهم تِلت كوباية من المَيّة، زي ما اتفقنا مش هنقلّب خالص، هنسيب المَيّة لحد ما هي لوحدها تدوّب السكر كده على النار، وهنشتغل على نار هادية مش هنشتغل على نار عالية عشان ما تحرقش الشربات، تمام؟ وبعدين هنحط تِلت كوباية من عسل الجلوكوز أو 3 معالق كبار من عسل الجلوكوز. بُصّوا، هو في طريقة بتقول إن ممكن تحطّي عسل نحل، بس أنا بصراحة ما جرّبتوش بعسل النحل، فأنا اللي جرّبته بيه، جرّبت بعسل الجلوكوز، عشان كده بانصحكم بعسل الجلوكوز، تمام؟ وبعدين هنحط رشة من الفانيليا ورشة من الملح، وبعد ما لونها يصفَر كده هنحط رشة من بيكربونات الصوديوم، تمام؟ وبعد ما نخلّص كل ده، أول ما لونها يبقى دهبي حلو كده، هنبتدي نختبرها، هنحط في طبق مَيّة ونحط فيه حبّة من الشربات اللي إحنا عاملينه ده، أول ما يتجمّد ويبقى شبه البونبوني كده، هنروحوا نازلين بالحمصية على طول، ونقلّبها كده بسرعة برضه، ونكونوا مجهّزين الصينية اللي هنحطها فيها، علشان خاطر ما تنشفش مننا، وهنبتدي نفردها زي ما أنتم شايفين كده تمام، وبعدين نقطّعها على طول، برضه هنقطّعها بالطريقة اللي تعجبِك وبالشكل اللي يعجبِك، تمام، بعد ما نخلّص تقطيعها هنشيلها برضه على طول في المكان اللي يعني مكان يكون هاوي كده ما يكونش عشان البخار ما يحتبسش جواها فيطرّيها، فاهمينّي؟ يعني نحطّها في حتّة هاوية كده، تمام؟ وبعدين نبتدي نعمل السمسمية بنفس الطريقة برضه، السمسمية جاية متحمّصة بس أنتِ هتحطيها على النار تقلبيها تقلبتين كده بس، تطلّعي منها الرطوبة، وبعدين تحطي المَيّة وتحطي السكر وتحطي الفانيليا وتحطي رشة الملح ورشة من البيكربونات الصوديوم والعسل الجلوكوز وخلاص على كده، وبرضه تكوني مجهّزة الصاج بتاعِك وتفرديها، وبعد ما تفرديها هتقطّعيها برضه زي ما إحنا متعودين، وبرضه بعد ما تفرديها على طول هتقطّعيها مش هتسيبيها وبعدين تقطّعيها، وتحاولي تسلّكيها حلو أوي وأنتِ بتقطّعيها كده ما تسيبيش حتت عشان لمّا تيجي تطلّعي القطعة من الصينية ما تتقطّمش معاكِ، يعني تقسميها حلو يعني تقطّعيها حلو، تمام؟ وبرضه هتقطّعيها بالشكل اللي أنتِ عايزاه، وبس كده. شُفتوا الموضوع سهل إزاي؟ وبقى عندِك حوالي 2 كيلو ونُص من السمسمية والسودانية والحمصية بطريقة جميلة، وبأقل تكلفة، يعني يعتبر مثلًا قد إيه، كيلو إلا ربع سُكّر. إن شاء الله تجرّبوا الوصفة وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم. مع ألف سلامة.